السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم الكريب الجميل ده بدون بيض وبطريقة سهلة واقتصادية. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. متنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. انا هنا معايا 5 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقتين كبار سمنة، و3 معالق كبار لبن بودر، ومعلقة سكر، ومعلقة ملح. هحط المواد الجافة كده مع بعضها، وبعد كده هنزل بالمية مش بالسمنة. انا هنا غلطت ونسيت ونزلت بالسمنة الاول، فحصل حبة تكتلات كده في الدقيق، بس انا حليتها طبعا. هنصفي الخليط كله لو حصل معاكي التكتلات دي، بس يعني هو ممكن يحصل معاكي تكتلات حتى لو حطيتي السمنة في الاخر. فهتجيبي بقى هتصفي الخليط دوت، وبعد كده هتجيبي الخلاط وتحطي التكتلات اللي هي اللي اتبقت دي في الخلاط، وعليها حبة مية وتضربيهم. مش هيبقى فيه اي حاجة خالص، هتنزل سهلة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما فيهاش اي تكتلات خالص. ال5 كوبايات دقيق خدوا معايا 6 كوبايات مية، وده القوام كده اللي انا محتاجاه علشان خاطر الكريب بتاعي يطلع مظبوط. هنا بقى هنعمل الخلطة اللي هنحطها في الكريب. هنحط حبة زيت كده، وانا غاسلة الفراخ كويس ومقطعاها شرايح زي ما انتوا شايفين كده. واول ما الزيت يسخن هنزل عليها على طول كده وهقلبها، وهسيبها بقى تتشوح. وبعد كده هضيف لها التوابل. هي كده خلاص كانت اتشوحت معايا كويس. هضيف التوابل بقى: معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات فراخ، معلقة شطة صغيرة، معلقة زعتر، معلقة توم باودر وبصل باودر، ومعلقة بابريكا. مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة الجميلة اللي انا شماها دلوقتي. وبعد كده معايا كده بصلاية مقطعاها شرايح، هنزل بيها عليها واسيب البصلاية تدبل معاها. انا كنت شارية مشروم، لقيت بصراحة واحد بيبيعهم الطبق ب10 جنيه. فبصراحة كانت فرصة، لان انا بلاقيه عندي في المنطقة في السوق، يعني بلاقيه ب25 جنيه الطبق. فجبته بصراحة وقلت هعمل بقى بيه الشاورما بتاعت الفراخ دي. هيبقى طعمها جميل جدا. هي بيبقى طعم المشروم ده طعم الكبد والكلاوي كده، بيدي طعم رائع يعني. هيتشوح كده مع الفراخ. وبعد كده هنزل بطماطمتين كده انا بشراهم، وهنا معلقة صلصة او معلقة كاتشب. انزلي باللي عندك مفيش مشكلة خالص، وهتسيبيهم بقى يتسبكوا مع بعض. مش قادرة اقولك على الجمال وريحتها وجمالها. اول ما هتتسبك هكون مقطعة كده شرايح فلفل رومي على فلفل حراق، حوالي 3 قرون فلفل رومي، وهنا 3 قرون فلفل حراق. بس بصراحة هو ما كانش حراق يعني، عشان كده انا ضفت 3 قرون. هسيب البصلة بس تدبل فيه كده، وبعد كده خلاص هيبقى كده استوى. بعد كده بقى انا هنا بصوا ده القوام اللي انا محتاجاه. انا سبت الكريب حوالي نص ساعة يرتاح بس. وبعد كده هنا في طاسة كبيرة حطيت معلقة زيت كده ونشفتها بالمناديل عشان بس ما تلزقش. هي مش هتلزق لان الطاسة تيفال، بس انا حبيت اعمل الخطوة دي. وهحط كبشة كده منها، وهعملها بالطريقة زي اللي انتوا شايفينها دي كده. واول ما احس ان هي خلاص كده اتشمعت من تحت هقلبها. انا جيت اقلبها هنا لقيتها لسه ما اتشمعتش فسبتها. اول ما تتشمع من تحت هتقلبيها على الناحية التانية. بصوا كده هيطلع جميل ولذيذ. هي صغيرة شوية عن اللي في الشارع، بس برضو هتبقى حلوة. بصوا انا هنا بقى معايا فوطة بلاها وعصراها كويس، بغطي بيها الكريب لما بطلعه عشان ما ينشفش مني. بصوا بقى شكله جميل ازاي. طبعا هي كده العجينة بتاعتنا ناجحة وتحفة، وهتطلع معاكي اكتر من 15 واحدة، وهتطلع معاكي جميلة. بصوا طريقتها سهلة، هي يا دوبك كبشة واحدة بس بتحطيها في قلب الطاسة، وبعد كده بتقلبيها على الناحية التانية اول ما بتتشمع من تحت. هخلص بقى كل الكمية وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى هنا طالع طري وجميل ازاي. بصوا مفهوش اي حاجة وطالعة رقيقة وجميلة. بصوا شكله عامل ازاي، شكله والله عامل زي الرقاق الطري بالظبط. انا هنا هحضر سلطة الزبادي. معايا هنا كوباية زبادي ومعلقة توم كبيرة ومعلقتين كبار طحينة وعصير ليمونة ومعلقة خل. وبعد كده معايا بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، شطة. وهنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه، وكده تبقى السلطة بتاعتنا جاهزة. انا بحب اقدمها مع الكريب، بصراحة ما بحبش التومية دي، بتبقى طعمها احلى. هنا انا حطيت التوابل كده وهقلبهم كويس قوي مع بعض كده، خليهم ينعموا
تبقى سايلة معايا. ان شاء الله وصفتي النهاردة تعجبكم واكون يا رب خفيفة على قلوبكم. انا كده يعتبر خلصت السلطة بتاعت الزبادي وهعمل الكريب. بصوا طري وجميل ازاي. هنا بقى هحط الخلطة وعليها كاتشب، انا ما كانش عندي كاتشب عاملاه في البيت بصراحة، ومايونيز. وبعد كده هقفله وعلى النار بقى هيكون معايا طاسة هحط فيها كده معلقة زيت، وبعد كده هنزل بالكريب كده. اول ما يتحمر من ناحية هقلبه على الناحية التانية. والله انا لقيت سندوتش الكريب بتاع البطاطس بيتباع في الشارع ب25 جنيه. قلت يعني انا اجيب 4 سندوتشات كريب مثلا ب100 جنيه، وكمان يا ريتها فيها فراخ او فيها اي حاجة مفيدة يعني، دي اللي فيها بطاطس. قلت انا كل الكمية بقى اللي انا عاملاها دي عاملاها بصدر فرخة بس، عملت معايا 12 وحدة كريب. وكمان اتبقى من الكريب 4، فقلت هعمله لهم بقى كريب بطاطس ان شاء الله بكرة بإذن الله مع اي اكلة كده. بصوا دول ال4 كريبات اللي اتبقوا معايا، قلت هحطهم في كيس واحطهم في الفريزر، وبكرة ان شاء الله اعمل لهم بيه بقى كريب بطاطس بإذن الله نحيانا ربنا يعني. وكده خلصت انا الكريب بتاعي، وان شاء الله يعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ويا رب وصفتي تعجبكم النهاردة. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله يعني أكلة تشبع وكمان وفرت لي كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.